الرسم على القهوة يا جماعة الخير، أكيد أكثرنا تجيله أسئلة كم عدد الرسمات اللي ممكن نرسمها على القهوة، وهل في رسمات أساسية لازم كل باريستا يعرفها؟ في الحلقة هذه أنا حوريكم إيش الرسمات المهمة اللي أنت تبدأ فيها عشان تصير محترف. 3 رسمات أساسية أي رسام على القهوة لازم يعرفها. في مفاجأة في الحلقة هذه أكيد، دائما أجيب لكم مفاجآت. إيش هي المفاجأة؟ خلينا نشوف سوا أنا وأنتوا وأنا، ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. ايش الحلاوة! يا هلا ومرحبا فيكم يا محبين النبي، دائما صلوا عليه وزيدوا النبي صلاة، ومحبين القهوة والرسم على اللاتيه. وصلتوا اكيد، هذه حلقتكم. مين انا؟ معاكم انا خبير القهوة والمقاهي أحمد عمر، والقناة هذه تتكلم وتحكي عن كل حاجة واي شيء تصير في مجال القهوة والمقاهي. فاذا انت مهتم وتحب الاشياء هذه، ليش ما انت مشترك لسه باقي؟ تعالوا اشترك وخليك قريب مني من كل حساباتي، انستغرام، سناب شات، هي ظاهرة امامك الان. ممكن تدعمني باللايك عشان اتحمس اني انزل حلقات كثيرة من نفس هذا المجال، وممكن تنشر الحلقة هذه لأي حد يحب هذا المجال. الرسم على القهوة، الله الله الله، أسئلة كثيرة بتجيني في كل حساباتي. كيف أبدأ أرسم؟ أنا ما بيضبط معايا الرسم، علمني، كلمني، فهمني. فالحلقة هذه لك أنت اللي بتسألني دائما إيش حنسوي فيها؟ أنا أقول لكم إيش حنسوي فيها. حنعرف كيف حنرسم أهم 3 رسمات اللي لازم تبدأ فيها وتتطور عشان تخش في الاحتراف بالرسم على القهوة أو اللاتيه. لكن خلينا نفصلها كذا. قبل ما تتعلم كيف ترسم، في أشياء لازم تعرفها. إيش هي؟ أول حاجة لازم الاستخلاص حق الاسبريسو يكون في أفضل شكل، يعني لازم الاسبريسو يكون كثيف، ما يكون سائل خفيف عشان تقدر ترسم عليه. وبرضو لازم تتعلم كيف تبخر الحليب، تبخره بالطريقة الصحيحة عشان تعرف توازن الرغوة اللي تطلعها، الحرارة عشان ما تطلع معك فقاعات. فهذه الأشياء نزلت عنها حلقات سابقة، وعشان ما نخلي الحلقة هذه تطول، الأفضل إنه ترجعوا تشوفوا الحلقات هذه إذا عندكم مشاكل في استخلاص الإسبريسو أو عندكم مشاكل في طريقة التبخير. نزلت عنها حلقات مفصلة، أضمن لكم إذا شفتوها هتعرفوا كيف تستخلصوا الإسبريسو، أساسياته، وكيف تبخروا الحليب. روابط الحلقات هنا أو ممكن تلاقوها تحت في وصف الحلقة. طيب، غير إنه إحنا نحتاج استخلاص إسبريسو ممتاز وطريقة التبخير الصحيحة، نحتاج برضو بيتشر عشان نرسم على القهوة حقنا. نقدر نرسم بأي بيتشر، يهمنا أن يكون عندنا الحافة هذه، ويفضل برضو أن يكون عندنا بيتشر ممتاز يساعدنا على الرسم. اليوم معانا يا جماعة الخير بيتشرات من براند تاش الرهيبة. زودوني بالمنتجات هذه متجر سبيشالتي هاب الرهيب اللي يقدم خدمات جدا كثيرة ومختلفة تفيد أصحاب المشاريع، حلول الأعمال، تفيد الهوم باريستاز، الناس اللي يحتاجوا أي حاجة عشان يأسسوا ركن قهوة في البيت أو يأسسوا حتى مقاهي. فزي ما قلت لكم زودوني ببتشرات من براند تاش. وإيش الحلو فيها؟ إنه فيها أشكال مختلفة تساعدك على الرسم. يعني يهمنا دائما يكون عندنا حواف تساعدك على الرسم الدقيق، وبرضو شكل البتشر، حجمه، كل التفاصيل هذه الدقيقة في تصميم شكل البتشر تساعدك أكثر في الرسم الممتاز على القهوة. وطبعا براند تاش مو بس أباريق تبخير، منتجات كثيرة ومختلفة ممكن تحتاجها في ركن القهوة عندك أو في بار المقهى. وعندي لكم كود خصم 15% على جميع منتجات تاش. الكود الظاهر هنا أمامكم، ممكن تستخدموه في متجر سبيشالتي هاب، في متجرهم الظاهر هنا أو تحت في وصف الحلقة. إيش الحلاوة؟ طبعا إيش الحلاوة. طب فين المفاجأة يا أحمد؟ أنا أقول لكم إيش المفاجأة. حسوي لكم مسابقة برعاية متجر سبيشالتي هاب ل3 فائزين. حسحب على 3 فائزين يفوزوا بالبتشرات هذه. الله الله الله، إيش الحلاوة. المسابقة حتكون على حسابي في الانستغرام. مدة المسابقة حتكون 7 أيام من بعد نزول هذه الحلقة، وبختار الفائزين من التعليقات اللي في البوست اللي حنزله في صفحتي في الانستغرام. اتأكدوا انكم تكونوا عندي في الحساب وفالكم الفوز ان شاء الله. طيب، ماكينة الاسبريسو اللي حستخدمها اليوم هي آلة ميركا، وسبق انه متجر سبيشالتي هاب زودوني بالماكينة هذه ونزلت عنها حلقة كاملة بكل خصائصها وتفاصيلها. بسيب رابط الحلقة هنا أو تحت في وصف الحلقة إذا تبي تشوفوا عنها كثير. فالرسمات اللي حسويها معاكم الآن في الحلقة هذه هي الرسمات اللي إذا بدأت فيها حتتقن الرسم، وأنا أشوفها 3 رسمات أساسية
هي اللي حتطورك عشان ترسم، ويكون فيها كل التقنيات اللي تساعد يدك وتدربها عشان ترسم الرسمات الصعبة مستقبلا. طيب يا جماعة الخير، أنا دحين حستخلص القهوة عشان أسوي مشروب الفلات وايت. الفلات وايت يجي في كوب مقاسه 150 إلى 180 ملي. ميز في الفلات وايت إنه رغوته بسيطة، فيهمنا نعرف إحنا إيش هي يعني كميات الرغوة والحليب في الكوب، لأنه اللاتيه رغوته أكثر من الفلات وايت، الكابتشينو رغوته أكثر، وبرضه تختلف المقاسات بشكل بسيط. ما أبغى أعقدها معاكم، ولكن يهمنا نعرف كيف نتحكم في صبة الحليب وكيف نتحكم في صبة الرغوة. دائما لما نصب الحليب نبعد بالبتشر عن الكوب، هذا حيساعدنا انه احنا نصب الحليب فقط ونخلطه مع الاسبريسو. لما نبغى نصب الرغوة نقرب البتشر من الكوب، هنا احنا حنصب الرغوة اللي في البتشر. عموما وفي كل الاحوال اول رسمة معانا الان هي رسمة القلب، تعتبر اسهلهم واهمهم. رسمة سهلة بس نعتمد على تدفق الحليب مع القهوة وهي حترسم نفسها وحتتوسع، ولكن يهمنا نعرف فين السنتر او فين النقطة اللي احنا نصب فيها الحليب عشان بس تاخد مجراها وترسم لنا القلب. حنشوف الان مع بعض. استخلاص ممتاز كذا، خلاص خلصنا من الاسبريسو. وطبعا لو شفتوا حلقة الاستخلاص الاسبريسو حتعرفوا كيف تجيبوا استخلاص ممتاز وكريمي زي هذا. الآن بالنسبة للتبخير لازم نعرف نبخر بالطريقة الصحيحة، لأنه كل ما نتقن التبخير كل ما يساعدنا هذا إنه نرسم رسمة ممتازة. طبعا عشان نرسم أول حاجة لازم نصب الحليب، بنرفع البتشر على فوق، نوسع المساحة، وبعدين نصب القلب. شوفوا مجرد ما إنه إحنا نرمي الحليب صار القلب، نرفع فوق نصب حليب كذا، رسمنا القلب من غير ما نحرك يدنا لا يمين ولا يسار. بمجرد ما احنا نصب في المنتصف توسع القلب ورسمنا الرسمة الأولى حقنا، واللي هي تعتبر أسهل رسمة. الرسمة الثانية وهي رسمة التوليب. فكرة التوليب انه ترسم كذا قلب ورا بعض، ممكن ترسم قلبين 3 4 على قد ما تتمرس او على قد ما تتدرب. هتستخدم الدف انك تدفع القلوب على بعض بحيث انه كل قلب يخش ورا الثاني. حنشوف الان مع بعض. كالعادة نخلط الحليب، بعدين نبدأ نرمي القلب. نرمي القلب الاول، الثاني، ممكن الثالث، ممكن الرابع، ممكن الخامس. نرفع نسوي قلب عادي، وبكده احنا سوينا توليب سواء ب3 أو 4 أو 5 قلوب. أهم حاجة عندنا إن احنا نتحكم بالصبة، كيف نرمي ومتى نرفع عشان نبدأ نصب الحليب بدل الرغوة، لأنه لو لسه ما رفعنا يدنا حنصب رغوة وحنخرب الرسمة، حتلاقي رغوة سحبت. فمع الممارسة حتعرفوا كيف تسوي التوليب. الرسمة الثالثة والأخيرة معنا في الحلقة هذه هي الروزيتا. إيش الروزيتا هذه؟ تيجي شكلها زي الزرع. كيف نسويها؟ حنحتاج إنه نحرك يدنا يمين ويسار. هذه هي ميزة الروزيتا، تخش وترجع. فيها نفس التوليب بحيث إنه أنت تحرك يدك الأمام والخلف، وفيها إضافة إنه أنت تحرك ذراعك يمين ويسار. كيف تتدرب عليها؟ ممكن تجيب بيتشر تحط فيه مويه وانك تصب وتحرك يدك يمين ويسار، تسوي تموج بالمويه زي كذا. نبغى الحليب يروح يمين ويسار، وانت تخليه يروح يمين يسار، تسحبه بحيث انه تسوي الزرعه هذه. خلينا نشوف الرسمه كيف حنسويها الان. طبيعي كالعاده نصب الحليب على القهوه، نخلط، وبعدين نبدأ نسوي الروزيتا ونسحب على برا ونسحب على فوق ونقفلها. هذه هي الروزيتا، بانه احنا نسوي سحبات وفي نفس الوقت نحرك يدنا يمين ويسار الين ما يطلع معانا الروزيتا. طبعا مع الممارسة حنتحسن، والروزيتا هذه حتفتح لنا باب إنه نرسم الرسمات
الثانية المتقدمة زي رسمة السوان، زي رسمة الحصان، ورسمات كثيرة معقدة أخرى. ممكن نسوي جزء ثاني من الحلقة هذه إنه نسوي رسمات ثانية متقدمة. قولوا لي تحت في التعليقات إيش رأيكم في الرسمات اللي شفتوها في الحلقة هذه؟ هل تشوفوا إنها فادتكم؟ هل في رسمة من الرسمات هذه أنت تتقنها؟ قولوا لي تحت في التعليقات كل آراءكم. لايك للحلقة إذا عجبتكم، اشتركوا في القناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا اقربوا مني من حساباتي الظاهرة الآن أمامك، ولا تنسوا تشتركوا في المسابقة. كان معكم أحمد عمر، والحلقة كذا انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة بن أفكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة أو ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة إيش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دبل شات يخليك انت تنط في أرضك ثم تحط أو ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف إيش الهرجة مع أحمد عمر.